السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبيت اتكلم بقى في موضوع كل ستات البيوت بالنسبه لهم رخم قوي، اللي هو احنا هنطبخ ايه النهارده، هنعمل ايه النهارده. خصوصا بقى ستات البيوت الشاطره اللي بتحتار تطبخ ايه لو مفيش مثلا الاكلات المتعارف عليها اللي هي اللحمه والسمك والفراخ والكلام ده كله. تعالي كده اقولك شويه قواعد واساسيات، لو مشيتي بيها وعملتي بيها تبقي توب التوب في الاكل، واي اكل هتحطيه حرفيا الكل هيكون مبسوط بيه والكل قايم شبعان ومتراضي. اول حاجه، احنا ليه الأكلة اللي هي رز كشري اللي هو رز بعدس، الأكلة الشعبية رقم واحد في مصر؟ تعالي أقولك ليه. أول حاجة، الحاجات اللي بتكون حواليها بنقلي بقى ايه، بطاطس، بتنجان، بيض، سلطة، طبق مخلل. الحاجات دي هي يعني مسمينها أكل حرشة. ليه بقى؟ جنبها حاجات كتير. يعني أنا مثلا طبخت النهارده رز ولوبيا، شايفين الجملة رز ولوبيا صح؟ لأ بقى، أنا بقى مش هطبخ رز أبيض. طبخت مثلا رز حباية وحباية، طبخت رز بشعرية، قليت جنبهم بطاطس، بتنجان، بيض. الأكل ده بيتاكل والله يا جماعة مع الحاجات دي. مش مثلا قمت طبخت رز أبيض وعملت شوية اللوبيا وحطيتهم. صدقيني شكل الأكل في الآخر مش حلو. ويعني مهما كان المستوى المادي مفيش بيت مفيهوش بطاطس. البيض مش مكلف، 20 جنيه بيض مش مكلفة. يعني ممكن حتى لو يعني مبلغ كبير عليكم بس مش للدرجات دي بجد. يعني ربنا يا رب يرزق الجميع، انا ما اقصدش حاجة بس بتكلم ان اقل حاجة وابسط حاجة صدقيني هتعملي اكل جميل جدا. خلي الاكل بتاعك حرش، يعني كتري المقبلات اللي حواليه. تاني حاجة شكل الاكل. لما تيجي تغرفي، يعني عارفين الجملة اللي بيقولك العين بتاكل قبل الايد؟ دي حقيقة جدا. ان يكون مثلا يعني زي دلوقتي كده الرز تقلبيه مثلا في طبق غويط وتقلبيه في الطبق التاني اللي هتاكله منه. الصلصة وانت بتغرفيها برضو ما ينفعش مثلا يكون في بهدلة كده على الطبق. ما ينفعش يكون في مثلا رز واقع على الصينية بتاعتك. الرز كله يكون في اطباق موحدة من نفس الطقم من نفس النوع. والله العظيم ان شاء الله يكون طقم بلاستيك، صدقيني والله. بس انت توحدي الموضوع هتلاقي العين مبسوطة، فهتلاقي بجد البطن اتبسطت برضو. يعني هي اساسيات والله العظيم امشي بيها، صدقيني وهتفرق معاكي قوي. بلاش بقى مثلا احنا ليه بنطبخ رز ابيض؟ انا عاوزه اعرف ليه بنطبخ رز ابيض. يعني ماشي، انا اوقات بطبخه مثلا عشان خاطر ابني، ببقى اجيب له زبادي عليه، باكله لبن، باكله حاجات مثلا عشان خاطر الاطفال. انما احنا ليه للكبار نطبخ رز أبيض؟ يعني مثلا ليه رز مش ليه رز بشعريه؟ في رز بشعريه، في رز واحده واحده، في رز طباخ مثلا. والله 8 كيلو لسان عصفور هو 8 كيلو الرز، بس بتبقى طبخة حلوة مع شوية بهارات كده، اهو اسمه رز طباخ. ليه خلينا الحاجات دي موسمية؟ يعني ليه مش بنطبخ الحاجات دي غير لما يكون في عزومة، او في مثلا ضيف، او في مثلا عيد او كلام من ده؟ لا يا جماعة، الحاجات دي اطبخوها على طول. مش بقولك يوميا، مش بقول يوميا، بس على الاقل مرة ولا مرتين مثلا في الشهر يا ستي. برضو المقبلات اللي بعد الاكل، يعني انا مثلا كان عندي تمر وكده من رمضان، ولقيته حلو كده فغسلته واكلنا منه. ليه الحاجات دي بنخليها موسمية بس؟ ليه الحاجات دي مثلا مش بناكلها غير في شهر رمضان؟ برضو السوداني والترمس والكلام ده كله ليه مش بناكله غير في الاعياد؟ لا، وعلى فكرة مش مكلف. احنا لو رحنا جبنا ب20 30 جنيه ترمس، وزيهم يا ستي يا قولي 100 جنيه فول، نص كيلو فول مثلا 50 جنيه حسب السعر اللي موجود عندكم. اللي هو بس مقبلات بسيطة، مش بقولك يوميا، مش بقولك إجباري. حاجات كده مثلا هتلاقيها بعد الأكل هتلاقيها بتشبع، والواحد كأنه آكل. والله العظيم أحلى من اللحمة والسمك والفراخ، والله العظيم بجد. يعني نفكر شوية. بلاش كده، بلاش ان احنا نخلي الحاجات دي بس في المواسم او في ضيوف. في طبعا ستات اعرفهم بيعملوا كده، ودول طبعا ما شاء الله عليهم وناجحين جدا. انما بقى الست اللي هي التقليدية اللي هي تقوم تطبخ شوية الرز وشوية اللحمة بشوية بشوربة مثلا، لا ليه؟ اعملي اللحمة مثلا في خلطة، حطيها في الفرن اديها تحميرة، اعملي جنبهم مثلا يعني شعبولي الموضوع. عارفين اللي هو شعبولي الجملة، شعبولي خلي الموضوع شعبي شوية، خلي أكلك حرش. الكلام ده
سهل وتطبيقه اسهل والله العظيم بجد. اصل انت لما تقلي بطاطسايه او تسلقي بيض او بتنجان او كلام من ده، البتنجان مثلا تعملي له الخلطه بيضه بتاعته دي اللي هي فلفل رومي وتوم وبهارات وكده. يعني حتى شكل البتنجان وهو بيتقدم والله حتى لو محدش هياكل منه والله شكله بس بكفايه، وان شاء الله مفيش حاجه تترمي، وان شاء الله الكل ياكل والكل هيكون متراضي وحلو. فبجد المواضيع دي بتفرق قوي. ماشي. وسهّلي الدنيا عليكِ، برضه ما تراكميش عليكِ التنضيفات والروتين بتاعِك، ما تاخديش الموضوع إن هو ملل وزهق، لأ يعني احمدي ربنا، احمدي ربنا إن يعني أنا عارفة إن المسؤولية صعبة، صعبة في إيه؟ صعبة في الملل بتاعها وفي الروتين بتاعها، إن أنتِ كل يوم بتقومي الصبح لازم تطبخي ولازم تعملي. أنتِ عارفة أنتِ لو أخدتِ إن الموضوع ده نعمة ورزق من ربنا، صدقيني هترتاحي أوي. غيرِك بتتمنى إن هي بس ي ييجي لها رز والّا ييجي لها حاجة إن هي تقوم تطبخه، أقسم بالله. فأنتِ في نعمة إن أنتِ عندِك أكل وشرب وبتقومي وبتحضّري وبتجهّزي لأولادِك، أنتِ في نعمة لازم تحمدي ربنا عليها. ولو أخدتِ الموضوع بالشكل اللي أنا باكلمِك عنه ده، أقسم لِك بالله هترتاحي جدًا، 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 وهتلاقيكِ قايمة عندِك طاقة وpower، وهتلاقيكِ مبسوطة كده وأنتِ بتبُصّي للأكل بتاعِك وللشكل بتاع الأكل، وهتحمدي ربنا عليه. ما تراكميش الحاجة عليكِ، ما تضغطيش نفسِك، ما تشيليش نفسِك أكتر من طاقتِك، لأ. بجد يا جماعة والله العظيم الموضوع أبسط وأسهل من كده بكتير بكتير بكتير. الروتين والملل هو اللي بيتعبنا في المسؤولية. طبعا محدش فاهم كده، احنا لما بنقول احنا تعبنا وزهقنا، احنا مش مثلا ارهقنا أو الواحد مثلًا تعبان أو كده، في ناس بتتعب عشان بتقف طول اليوم، بس الموضوع مش مُتعب على قد ما هو روتيني وملل. أنتِ حتى لو جبتِ أكل من برّه، أنتِ بتطلبي وجبة بس، إنما أنتِ مطلوب منِّك غدا وعشا وفطار وأكل بالليل كمان بزيادة، وفي أطفال بياكلوا، وفي ساندوتشات، وفي لازم بتطبخي، لازم تقفي في المطبخ. فأنتِ تحمدي ربنا على النعمة اللي موجودة، اللي هي أصلًا مش متوفرة عند غيرِك. دايمًا نبُص على الإيجابيات الموجودة، والله العظيم هنرتاح أوي يا جماعة. وبس، ده كان موضوعنا النهارده، حبيت أتكلم معاكم فيه، وإن شاء الله نتكلم في مواضيع تانية في فيديو تاني. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير على الفيديو، وشكرًا.